زمان ويمكن لحد دلوقتي عندي مشكلة كبيرة أوي في المطبخ. المشكلة الرئيسية إن أنا مش بعرف أقدر المعايير بتاعة الأكل كويس. يعني أنا مش عارف. أنا دلوقتي عشان أعمل بانيه مثلا المفروض إن أنا أحط ملح، والمفروض أحط مش عارف فلفل أسود، والمفروض إن أنا محطش أي حاجة تاني. ليه؟ عشان تطلع الأكل مظبوطة. طب أنا عشان أعمل أكلة تانية، لا المفروض إن أنا بكتر التوابل شوية، المفروض إن أنا بروح حاطط بابريكا بقى ومش عارف أحط إيه. عندي مشكلة كبيرة جدا إن أنا مش بعرف أقدر مقادير الأكل ديت. فبعمل إيه؟ فبقول والله هو البيزك في الموضوع إن أنا بحط توابل. فالتوابل الرئيسية إيه هي نوع التوابل؟ معرفش. يعني أحيانا أحط يلا نحط بقى كزبرة، يلا نحط كمون، يلا نحط فلفل اسود، يلا نحط ملح. دول البيزك. وممكن اروح مزود اي حاجه، وبعمل حاجه تريكي كده ان انا بحط كل حاجه او كل النسب ديت حاجه قليله خالص عشان يمكن دي ما تاثرش في الطعم فيعمل الميكس مع بعضه طعم حلو. الفكره ان عمرها ما نجحت ابدا، ودايما بتطلع طعم الاكل وحش جدا. ودايما بتطلع. يعني انا كنت دايما بستغرب ان ليه الاكل كله بيطلع شبه بعضه. يعني الاكل كله بيطلع اولا كده كده كله شبه بعضه. طبعا دي مش معناها ان هو حاجه حلوه، ولكن بيطلع اكل وحش في الاخر. قعدت افكر كده في الموضوع، واحاول اربط الموضوع، اقف مع شيف شاطر بيشتغل في المطبخ، اسال كتير. اقف جنب الناس اللي بتعمل اكل، لقيت ان هو بيقول لي انت ليه بتعمل كده اصلا؟ كل اكله يا ابني ليها الطبخه بتاعتها، كل اكله ليها الوصفه بتاعتها. ما ينفعش يكون كل الاكل بنعمله زي بعض. ما ينفعش لما تيجي تعمل اي اكله هتحط لها نفس التتبيله بتاعتها، لان كل اكله ليها الخلطه او التركيبه بتاعتها اللي ينفع معاها، او اللي تخلي طعمها حلو، اللي تنجح الخلطة. فكرت كده، طب هو ده ايه علاقته بالبيزنس؟ يعني ايه علاقة ده بالتجارة؟ مش انا لما بدأت في الاول خسرت كتير، واغلب الخسارات ديت لاني ما كنتش عارف ايه الخلطة. لما قعدت افكر كده، اوكي، انا حتى لما بسأل الناس البيزك، الردود اللي هي البيزك بتاعت الناس ان هو مفيش محل اكل بيخسر، الناس كلها هتفضل تلبس. الكلام اللي هو البيزك اللي هو مش مبني على اي ارقام، مش مبني على اي حقائق اصلا، مش مبني على اي دراسة سوق، مش مبني على دراسة راس مال. طب اي راس مال اللي بينجح؟ طب انا ليه بشوف كل شوية محلات بتقفل ومحلات بتخسر؟ ليه ناس بتنجح وليه ناس تانية ما بتنجحش؟ ليه اصلا ال- التجارة اصلا، او لم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ان 9 أعشار الرزق في التجارة. ولكن واقعيا لو جينا نتكلم على ارض الواقع، فناس كتير جدا جدا بتبدأ، ولكن يعني تقريبا 2% او اقل. يعني دي النسبة اللي هي بيكتب ليها انها تنجح، او ان هي تكمل لفترة اطول. لقيت بقى بعد ما فكرت في الموضوع ده ان في علاقة كبيرة قوي ما بين البيزنس والطبخة. ان البيزنس بالظبط هو طبخة. انت كصاحب البيزنس هو الطباخ الماهر، الرجل الذي مسؤول عن التوازن في كل المكونات اللي بتحطها للطبخة بتاعتك، للبيزنس بتاعك. راس المال بتاعك بقى، راس المال بتاعك ده هو التوابل، هو الظبطة بتاعت الأكل، هو اللي انت بتحط، عارف النسب اللي انت بتستثمرها وبتقسمه ازاي. ايه راس المال اللي انت هتصرفه في الاول عشان تبدأ البيزنس؟ ايه راس المال اللي انت هتصرفه في التأسيس في الاول خالص؟ ايه راس المال اللي انت هتصرفه على الماتيريال، الخامات وخلافه، عشان تبدأ في الاول ازاي؟ ايه هو التشغيل التجريبي، وازاي تعمل بروتوتايب صغير؟ هتصرف كام في التسويق، هتصرف كام في المبيعات؟ ايه نوع فريق العمل اللي انت هتعمله معاك؟ توجيه راس المال بالشكل ده، او تقسيم راس المال، هو سر النجاح في الطبخه بتاعتك. والنار ديت، النار اللي احنا بنسوي عليها الاكل، هي بالظبط كده كده احنا متفقين ان اي حاجه ليها علاقه بالبيزنس فهي مخاطره، لانك بتدخل مجال جديد هو قابل للنجاح او الفشل. غير الوظيفه، انت مش ضامن انك هتاخد مرتب اخر الشهر، مش ضامن ان المنتج بتاعك حد هيشتريه او لا، مش ضامن اي حاجه. تمام. فالنار بقى هي ديت اللي بتقول انت هتسوي البيزنس بتاعك ده ازاي. انت هتسويه، هل انت هتسويه على نار هاديه؟ هل انت مستعجل هتروح معلي النار على الاخر فيبدا يتحرق منك البيزنس بتاعك، تضطر ان انت تقفل بعد فتره معينه؟
وللاسف هو ده الخطأ اللي ناس كتير جدا 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 بتقع فيه. وبالمناسبة النار العالية مش معناها بس ان انا هروح جاي ابدأ البيزنس بتاعي وشوية واروح قافل. لا، هي النار العالية ممكن يكون حظ المبتدئ، ان انا بدأت في الاول فلقيت نتائج حلوة قوي، فالنتائج الحلوة قوي دي خلتني اقرر التوسع بدون حساب. اقرر احرق راس المال بتاعي في ان انا افكر ان انا امتلك كل موارد الانتاج. انا لما بدات في الاول كنت بشتغل في تصنيع الملابس، او قبل تصنيع الملابس كمان كنت بشتغل في تجاره الملابس. لقيت الموضوع ماشي كويس جدا. الملابس دي كانت مستورده، تمام. فرحت افكر، طب انا الملابس المستورده ديت لو فكرت اعمل موديلات خاصه بيا محليه. فرحت فتحت ورشه كده صغيره او مصنع ملابس صغير عشان اقدر ان انا امتلك الدايره الاولى من الانتاج، لان انا كان بيقابلني شويه مشاكل في الاستيراد الاستيراد المنتج والاستوك، هل هو متوفر ولا لا وهكذا. بدل ما احل مشكلتي بتاعه الاستيراد رحت احلها بمشكله تانية اكبر، واني ادخل في سوق جديد انا مش فاهمه، انا مش عارف فيه اي حاجه، تفاصيله تانية خالص، وبدون اي حساب للموضوع. بس الفكره الرئيسيه اللي كانت موجوده عندي هي ان انا اقدر ان انا اوفر المنتج المستورد بشكل محلي، بدون بدون ما يكون عندي القيود اللي هي بتحصل في المنتج المستورد، ان هو المنتج موجود وان هو كده كده محدود لانه بيجي مستورد من بره. فبدل ما افكر ان انا احل المشكله بتاعتي حليتها بمشكله تانية اكبر. ليه؟ لان انا ما استنيتش على الطبخه بتاعتي انها تستوي، ما استنيتش على انني افهم ايه المنتج المستورد اللي ممكن يكون متاح في السوق. ما عملتش حتى الشيفت الصح، ان انا صبرت شويه اكتر على المنتج المستورد بتاعي ده عشان افهمه. بعد كده بدات ادخل في السوق المحلي لما قدرت ان انا استوعب الطبخه بشكل كامل، قدرت اعرف المنتج ده مكون من ايه بالظبط. طب لان انا لما اجي اتكلم في منتج تاني محلي فانا هكون بحتاج حد مورد ليا، موردين ليا مش مورد واحد، لان انا هحتاج اكتر من مورد عشان اقدر اوفر المنتج. هحتاج ان انا افهم في الخامات بتاعه المنتج ده بشكل كامل، هحتاج ان انا اعرف الفينش ده هعمله ازاي، هحتاج الستايلنج، هحتاج ان انا اعمل التصميمات بتاعه المنتج وهكذا. كل ده بقى فجأة المنتج لما كان بيجي لي جاهز في حد تاني بقى شايل عني كل الهيدك ده، وانا بس جاست ان انا بجيب المنتج وبختار بس الموديلات بتاعته وبسوقه او ببيعه. دلوقتي بقيت انا المسؤول عن كل البروسيس دي. فبدل ما اركز على المبيعات وان انا اقدر احقق مبيعات اكتر، ركزت على حاجات تانية شتتتني عن الكور، عن الهدف بتاعي الاساسي، وخلتني ما اقدرش انجح. وفي الاخر لا البيزنس ده نجح ولا البيزنس ده نجح. ليه؟ لان كل واحد فيهم خد من مجهودي وخد من فكري، وفي الاخر فعلا اضطريت ان انا اقفل الاتنين للاسف. طيب، احلها ازاي؟ تحلها ازاي؟ انت لازم تعرف ان البيزنس ده هو زيه زي الاكل، انت لازم تحط المقادير بتاعتك صح. انت مفيش حاجه اسمها بتبدا مره واحده، مفيش حاجه بتنجح مره واحده الا الافكار العبقريه اللي هي ممكن تبقى واحد في المليون او اقل، تمام. واللي بيعمل فكره عبقريه برضو عمرها ما هتنجح الا لو هو اشتغل عليها وعمل نفس التفاصيل. انت لازم تدي الفكره حقها، لازم تاخد وقتها عشان تقدر ان هي تنجح. لازم تمشي بالتفاصيل. يعني انا يمكن لما بعمل البيزنس بتاعي الجديد دلوقتي الرويال كادو، الحمد لله يعني ربنا كرمنا وناجح معانا يعني. احنا خدنا بس سنة ونص تقريبا عشان نقدر ان احنا نخلص البروسيس بتاعت البداية ده اللي هو احنا ما بدأناش وما دخلناش السوق، عشان نقدر نعمل الفكرة بتاعتنا بشكل كويس، عشان نقدر ندرس السوق، عشان بعد ما ندرس السوق ايه المنتجات، ايه نوع المنتجات اللي احنا نعملها، عشان نقدر نعمل دراسة جدوى كويسة، عشان نقدر نحسب راس المال البداية بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي، عشان نقدر نتست في الماركت باكتر من حاجة، عشان نقدر نكون فريق العمل لان فريق العمل ده عنصر رئيسي للنجاح، وعشان نقدر ندخل السوق فنقتحم السوق ده فنقدر ننجح فيه. فالحمد لله يمكن في شهور قليله، وانا يمكن بكلمكم النهارده وانا الحمد لله يعني احنا بادئين بقالنا تقريبا شهور قليله الرويال كادو. وانا يمكن بحكي عن التجربه دي في تجارب تانية كتير يعني موجوده برضو، ولكن ديت عشان انا معتز قوي بالبدايه بتاعتها، لان ديت البدايه اللي انا حاسس انها بدايه نموذجيه للمشروعات الكتير اللي اشتغلت فيها خلال الفتره اللي فاتت. رويال كادو احنا كسرنا مليون جنيه مبيعات في فتره قليله جدا، في اخر 3 شهور. وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا طبعا، وتوفيقه، ثم بالاجتهاد ومحاولة السعي في الطريق الصح. محاولة السعي في الطريق الصح ان احنا نقدر نعمل حاجة، الحاجة ديت تاخد اولا المقادير بتاعتها تكون مكونة صح،
فريق العمل يكون موجود بشكل كويس. الحاجة التالتة انها تاخد وقتها تماما على ما تستوي. الطبخة محتاجة ان هي تستوي، ومحتاجة انها تاخد وقتها بشكل اكبر عشان نقدر نحقق النتائج اللي احنا محتاجينها. دي يمكن بداية ان شاء الله لسلسلة هنتكلم فيها اكتر، طب ازاي اقدر اعمل حاجة زي كده. وهتابع معاكم برضو النتائج بتاعتنا في رويال كادو وفي بيزنسز تانية يعني ان شاء الله. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.